تستمر الأشغال على قدم وساق في جامع الجزائر الأعظم لضمان تسليمه في أجاله المحددة، حيث بلغت نسبة التقدم فيه 80%. تلفزيون النهار وعبر كاميرا المخرج تكفريناس بالعيد زار الموقع لينقل لكم هذه التفاصيل حول تقدم مشروع الجامع الجزائر الأعظم. بوتيرة عمل متسارعة بدأت ملامح الجامع الأعظم تتضح للأعين بعد بلوغ نسبة الأشغال الكبرى فيه 80%، وينتظر أن يفرغ منها قبل نهاية عام 2017. 28 هو عدد طوابق المأذنة، 168 متر من الطول الإجمالي لها مغطى بالخرسانة، وجزء آخر ينتظر أن تغطى صفائحه الحديدية على ارتفاع 182 متراً. الزخارف الإسلامية ستكون حاضرة بطول 6 كيلومترات لتغطي الجدار الخارجي للمسجد، المشكل من أسطح من حجارة، جبسون ورخام على هذا الشكل. القبة الرئيسية للمسجد الأعظم هي الأخرى، شهدت تقدما ملحوظا بعد أن تم وضع هيكلها الحديدي الذي لا ينتظر سوى احتضان قبته. المسجد الأعظم صرح ديني وبيت من بيوت الله، شيد على أرض المليون شهيد ليكون كما قال الشاعر: في المسجد الإسلام رب جيله، وبه احتمى ممن تمرد واعتدى، ومساجد الإسلام خير مدارس قد أشرقت منها مصابيح الهدى.